برشلونة الأسباني يفوز على النادي الأهلي 2-1 ويحصل على كأس خوان جمبر. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. تقريبا في آخر استعدادات النادي الأهلي للموسم الجديد. الأهلي بيعمل مباراة ودية في إطار وشكل رسمي قدام برشلونة. انتهت المباراة 2-1 لصالح برشلونة. احرز الاهداف حمزة عبد الكريم في الدقيقة 30، رافينيا في الدقيقة 42، زيزو في الدقيقة 51. عشان ما نطولش عليكم ونقولوا ايه الايجابيات والسلبيات النهارده اللي الاهلي طلع منها من المباراة. كون اللي انت بتلاعب فريق برشلونة طبعا في حد ذاته ده اكبر ايجابية من المباراة بتاعت النهارده. من افضل فرق العالم واشرس فرق العالم. ده بيخليك بعد كده لما تنزل مباراة ما تبقاش خايف من اي منافس لك. اتنين، من اقوى الفرق اللي بيعمل عليك ضغط متقدم، عشان لو حد لعب عليك بعد كده تبقى متعود على الطريقة وما تبقاش خايف منها. تلاتة، بالرغم اللي اسبانيا من افضل فرق العالم واشرس فرق العالم في الضغط المتقدم، ان انت عرفت تجيب فيها هدف بهجمة مرتدة، وده الهدف من اللقاء. اخر ايجابية في المباراة اللي الحسين عموتة جرب لاعيبته كلها واطمن عليهم، وعرف جاهزية كل لعيب، وعرف مين اللي هيكون اساسي ومين اللي هيكون احتياطي ومين اللي هيشيله من دماغه. دي تقريبا الايجابيات اللي احنا طلعنا بيها النهارده من المباراة. طب في سلبيات؟ طبعا في سلبيتين، وانا يعني نفسي اللي احنا نعرف نشوف صرفة وحل للموضوع دوت. اول سلبية في المباراة، اللي احنا لما بنلعب قصاد فرقة بتعمل علينا ضغط متقدم زي برشلونة، زي فرقة سان داونز، ما بنعرفش نطلع بالكورة، ما بنعرفش نعمل باصات كتير، ما بنعرفش نعمل هجمة منظمة. ودي مشكلة النادي الأهلي. حسام حسن عالجها في المنتخب، يا رب الحسين عموتة يعالجها مع النادي الأهلي. تاني سلبية، تمركز المساكين بتوع الأهلي أو السردباكات، سواء السردباكات اللي بيلعبوا مساكين أو في وضع اللعب. هادي رياض في الكرة بتاعت رافينيا اللي جه منها البلانت اللي جه منها الجون، الكرة ماتت يا هادي، والراجل ظهره لك ومش رايح في اتجاه الجون، ما تحطش رجلك. حتى لو الراجل راح سبقك هيعمل بها ايه؟ الكرة التانية، احمد عيد في البلانت بتاعت جوردون اللي الحمد لله محمد الشناوي صدها. يعني انت الراجل، كورة، حط كتفك مع الراجل، ما تحطش ايدك، ما تحطش رجلك. بخلاف ذلك يا جماعة بصراحة، اللي يكون الأهلي النهاردة وهو بينهي استعداداته للموسم الجديد بينهيها قدام برشلونة، دي حاجة كويسة جدا جدا جدا. إن شاء الله الموسم الجديد يكون موسم خير للنادي الأهلي، وأي بطولة الأهلي يخش فيها إن شاء الله يحصل عليها. زي ما عودتكم اللي احنا في كل مباراة اللي احنا بنقيم أداء لاعيبة النادي الأهلي، ولكن طبعا عشان اللاعيبة كتير جدا اللي شاركوا النهاردة مع النادي الأهلي، احنا هنقيم اللاعيبة اللي لعبوا فترات طويلة من المباراة. زي مثلا مصطفى شوبير 5، كريم فؤاد 4، هادي رياض 2، عمرو الجزار 4، محمد هاني 5. محمد هاني دايما محافظ على مستواه ومن أفضل لاعيبة النادي الأهلي ثباتا للمستوى. مروان عطية 5، كوكا 3، بن شرقي 3، طاهر 4، زيزو 6، العريس يا زيزو، ويا ريت حد يطمنا على إصابة زيزو. سفيان بن جديدة 1، منصف بن قرار 4، ياسر إبراهيم 3،
قفشه 1. واضح ان انت نسيت كوره يا قفشه، يا ريت تتمرن بجديه يا قفشه عشان ترجع لمستواك. حسين الشحات 2. الحسين عموته 5. واضح اللي هو مدرب جريء، واضح اللي هو ما بيخافش من المباريات الجديده والكبيره. شكرا لكم والى اللقاء. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.